الفيديو ده لمحبين الأكل الشتوي. الشتا جت يبقى لازم نعمل الأكلة الحلوة دي. طبعا أكيد كلكم عرفتوها، شكلها باين جدا، شكلها حلو وشكلها جميل. هاتي كوباية من السمسم المحمص، كوباية من سوداني الحلويات، كوباية زيت نباتي، كوباية من الدقيق، كوباية من الحلبة المطحونة. الحلة بتاعتك تسخن على النار، نزلي عليها كوباية الزيت. الزيت يسخن معانا، هننزل عليه كوباية من الدقيق ونقلبه تقلبتين تلاتة. بعد كده هننزل عليه السمسم المحمص والسوداني بتاعنا ونديله برضو تقلبتين تلاتة. وبعد كده نزلي عليه كوباية الحلبة المطحونة وبرضو قلبي تقلبتين تلاتة. هتبصي تلاقي الريحة طلعت، وريحتهم تبقى في منتهى الجمال وهما بيتحمصوا كده. الريحة بتاعتهم بتبقى حلوة جدا. كل دوت انت شغالة ونارك هادية. بعد كده هتنزلي 3 معالق ممسوحين من الحلبة المرة، اللي هي الحلبة الحصى بس مطحونة. بتجيبيها من عند العطار مطحونة جاهزة. لو عندك معلقة من الحلبة الحصى اطحنيها في المطحنة بتاعتك. بعد كده نزلي عليهم 3 كيلو من العسل الاسود وقلبي كل دوت. النار بتاعتك متوسطة عشان مفيش حاجة تتحرق منك وعشان العسل ما يفورش منك يبهدلك الدنيا، لحد العسل ما يبتدي يغلي معانا. طبعا انت رايحة جاية بتقلبي، ما تسيبيش الحلة كده لوحدها. يعني كل دقيقتين تلاتة تدي تقليبة لحد العسل ما يبتدي يغلي معاكي. اول ما يغلي هتسيبيه يغلي غلوتين تلاتة، مش عايزينه يطول عشان ما يمررش معانا. يعني هتسيبيه يغلي حوالي دقيقة بعد الغليان. وبعد كده ترفعي الحلة بتاعتك من على النار وسيبيها مكشوفة كده زي ما هي علشان تبرد معاكي. وجهزي علب، جهزي بطرمانات اللي انت حابة تخزني فيه خزني، المهم يكون مغسول ومتنشف عشان المية ما تحمضهاش. وابتدي صبيها وهي دافيه، يعني هتسيبيها تبرد لحد ما تبقى دافيه زي دمعه العين، وتروحي صباها. ما تسيبيهاش تبرد وتسقع عشان ما تكتلش معاكي، مش هتعرفي تصبيها. ممكن بقى في علب، ممكن في بطرمانات، زي ما انت عايزه. هي بتتحفظ، هتحفظيها في المطبخ عادي ما بيجرى لهاش حاجه، لان العسل ماده حفظ، الحلبه ماده حفظ، الحلبة المرة برضو مادة حفظ، والحلبة المطحونة والزيت مكوناتنا كلها مواد حافظة طبيعية، فعمرها ما هيجرى لها حاجة. ودي بعد ما بردت خالص شفتها تقلت وفي منتهى الجمال، ولونها وريحتها ولا أروع من كده بجد. جربوها وسهلة بس جميلة.